أعزائنا الزمهلاوية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وفيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو بنطلب من حضرتك تضغط لايك، مش هتتعب لو ضغطت لايك يعني، وتعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. الخبر الأول النهاردة معانا من نادي الزمالك، أحمد فتوح إلى نادي الحزم السعودي. أحمد فتوح فاضل في عقده سنة، فالزمالك كده هيخسره في يناير الجاي، باي باي. لكن نادي الحزم السعودي عارض ملايين الجنيهات ولا الدولارات؟ لا، عرض 2.5 مليون دولار بس. فهل نادي الزمالك يوافق على بيع احمد فتوح الى نادي الحزم السعودي بالمبلغ ده علشان ما يخسرش فتوح في يناير؟ الله اعلم. نفس الكلام احمد سيد زيزو، مسؤولين نادي الشباب السعودي جم قعدوا معاه وقعدوا مع والده في احد الكافيهات بقى المره دي اكيد. كمان عشان الاماره يعني اخدوا الكشف الطبي الاخير لاحمد سيد زيزو. يعني احمد سيد زيزو بمجرد الموافقه هو عامل كشف طبي، خلاص مش هيضطروا يعملوا له كشف طبي جديد. ده اخر كلام برضو بالنسبه لزيزو. يبقى دي فتوح وادي زيزو اللي هم ايه، حجري الزاويه في نادي الزمالك. الخبر اللي معانا بعد كده، طارق السيد يتقمص شخصيه سوبرمان لنادي الزمالك. طارق السيد بيقول لك انا كلمت فتوح وقعدت مع فتوح، عاوز ايه يا فتوح؟ هو يشكر بصراحه، هو طارق السيد يشكر. انت عايز ايه يا فتوح؟ ايه اللي يرضيك؟ طب ايه اللي انت عايزه؟ طب انا عليا فلوس، انا ما خدتش فلوسي، انا. فطارق السيد كان مديله ميعاد على العشاء، لكن حصل ظروف اتقابلوا في كافيه، الكلام ده حصل بينهم وبين بعضهم. طبعا احنا مهما تحصل يعني مهما يحصل منك يا طارق السيد، هو الراجل ما بياخدش فلوسه يعني. انت هيشتري خاطرك ليه؟ مع احترامي ليك يا عم طارق السيد، احمد فتوح هيشتري خاطرك ليه؟ الراجل معهوش فلوس، بنقول وبننبح صوتنا وصوتنا راح ان الراجل باع عربيته عشان يسد الفلوس اللي عليه. فمهما كان انت يا طارق يا سيد، مهما كان لك قيمه وقامه في نادي الزمالك وعلى راسنا من فوق، لكن الراجل ما قبضش بقاله 6 شهور وباع عربيته ومش لاقي، فهيعمل لك خاطر؟ انت هتاكل ولاده؟ هتصرف على بيته؟ فانا مش عارف. الخبر اللي معانا، مرتضى منصور حكم حبس 6 اشهر واجب النفاذ. ليه بقى؟ واحده موظفه من الجهاز المركزي رايحه كانت بتفتش على نادي الزمالك، الاعمال الاداريه في نادي الزمالك، قام السيد المستشار مرتضى منصور رجل القانون سبها وقذفها وشتمها واداها من المناء خيار. قامت رفعت قضيه سب وقذف، قامت كسبتها النهارده 6 اشهر حبس غير قابله للطعن او الاستئناف او دفع كفاله. نفذ. اولا احنا مش من الناس اللي بتشمت ونشمت في حد، لا، انت غلطت ده عقابك، اتفضل. انت ليك حق، ده حقك، اتفضل. فالبنت دي ليها حق، هو غلط يتحاسب. لكن شماتة احنا ما بنشمتش في حد، ده راجل كبير وراجل مسن وراجل بلغ من العمر ارذله، فالله يسهل له. ما احنا ما بنشمتش في حد ايا كان، دمر الزمالك، عاجبك مش عاجبك، بتحبه بتكرهه، الله يسهل له. لكن 6 اشهر حبس واجبة النفاذ. الخبر بعد كده من النادي الاهلي، ان نادي الاهلي بيتعاقد مع سوزا. يا جماعه الدنيا كلها راحت ناحيه سوزا دلوقتي، سابوا موليكا وسابوا لاندري ودلوقتي الدنيا كلها راحت لسوزا. فهل الاهلي بيرقص جماهيره وبيرقصنا؟ مش عارف. يعني دلوقتي الاهلي اعلن عن شعاره الجديد، الاهلي يعلن عن قميصه الجديد الاسبوع القادم. امتى بقى الاهلي هيعلن عن مهاجمه الجديد؟ امتى النادي الاهلي هيعلن عن مهاجمه الجديد؟ بعدما اعلن عن شعاره الجديد، بعدما اعلن انه سيعلن بعد اسبوع عن قميصه الجديد. متى سيعلن عن مهاجمه الجديد؟ القندوسي موضوع خلاص. القندوسي يا جماعه راح خلاص سيراميكا لمده سنه. طبعا القندوسي كان بيقول لك انا امتى هتقل، انا مانيش شويه، انا ازاي ان انا اروح نادي اقل من النادي الاهلي؟ انا جاي على النادي الاهلي، اكبر نادي في افريقيا ونادي البطولات ونادي سيد افريقيا واسياد اللعبه في افريقيا، ازاي انا اروح على سيراميكا كليوباترا وانا جاي على اكبر نادي في افريقيا وده بوابتي لمنتخب بلدي، وباخد الفلوس في الاهلي مش هاخدها في سيراميكا؟ فالموضوع كان معضله. لكن النهارده خلاص قعدوا قالوا هنعيرك سنه واحده بس وهنرجعك تاني في اقرب ظروف. فالقندوسي، موضوع القندوسي العقده اتفكت فخلاص. وسوزا في الطريق، مجرد ما القندوسي يوقع على سنه لسيراميكا كليوباترا خلاص سوزا جاي في السكه. يا جماعه هو سوزا، هو نسبه 99% هو سوزا، تمام؟ فده مهاجم الاهلي الجديد. الخبر اللي بعد كده برضو معانا من نادي الزمالك. يا جماعه نادي الزمالك الان بيحذو حذو نادي الاسماعيلي. نادي الزمالك دلوقتي بيحذو حذو النادي الاسماعيلي. في ايه؟ واحد يقول لي بتقول ايه؟ يعني بتقول يا زمهلاوي تقصد ايه؟ فهمنا يا زمهلاوي اكتر. اقول لك، نادي الزمالك دلوقتي بيضطر يبيع لاعبين علشان يصرف على الفريق. مين اللي كان بيعمل كده؟ الاسماعيلي ياما باع لعيبه كتيره، النجوم
واغلبها للنادي الاهلي علشان يصرف على الاسماعيلي. فدلوقتي نادي الزمالك في نفس المشكله، نادي الزمالك هيضطر يبيع زيزو واحمد فتوح علشان يصرف على الفريق. يبقى نادي الزمالك بيحذو حذو النادي الاسماعيلي. نادي الزمالك يسير على خطى الدراويش مع كامل الاحترام لفريق الدراويش. الاسماعيلي دراويش برازيل مصر. نادي الزمالك بيحذو حذو الاسماعيلي في بيع نجومه من اجل الصرف على باقي الفريق. يعني ما حصلتش خالص. اكتب يا تاريخ وسجل يا زمان، اكتب يا تاريخ وسجل يا زمان. نادي الزمالك بيضطر يبيع نجومه علشان يصرف على بقية الفريق. ده كلام يعني الزمالك وصل بيه الحل واتدحضر بيه الحل كده، انه يبيع لعيبه او نجوم اللعيبه علشان يصرف على باقي الفريق. ليه الكلام ده؟ الخبر الاخير يقال ان الكابتن حسن شحاته هو من سيدير نادي الزمالك. سيتم تعيين لجنه من ضمنها او على راسها كابتن حسن شحاته. انا اوافق جدا، انا ارشح جدا، انا ادعم جدا، انا مبسوط جدا. تخيل حضرتك فعلا لو نادي الزمالك بيحكمه حسن شحاته، الراجل المحترم، اللاعب العظيم، المدرب العظيم، المدرب الاسطوره لمنتخب مصر، اسطوره نادي الزمالك حسن شحاته. تخيل انه كان على راس المنظومه دي. تخيل العظمه بقى. كمان الناحيه الثانيه كابتن محمود الخطيب، والناحيه دي حسن شحاته. تخيل الحب والوئام والجدعنه بقى، وبص بقى، والاداره الصح هنا والاداره الصح هنا، والحب والموده اللي بين الفريقين. اتمنى ان انا اشوف كابتن حسن شحاته، رغم اني ما اعتقدش ان ده ممكن يتحقق قوي، لان كابتن حسن شحاته يعني كان قال انه كبر ومش قد الكلام ده ومش بقاش خلاص عايز، يعني بيحب هيعتزل العمل الرياضي في اي مكان، سواء اداري رياضي تدريب اي حاجه. فهل نشوف في يوم من الايام كابتن حسن شحاته على راس اداره نادي الزمالك؟ الله اعلم. وخصوصا لو مرتضى منصور نفذ حكم ال6 اشهر اللي خدهم النهارده واتحبس فعليا، ده مفيش استئناف، ملهاش حل. ف6 شهور واحنا في 8، لو مرتضى منصور نفذ من شهر 8 لشهر 2 فبراير الجاي، اذا مرتضى منصور لن يترشح لنادي الزمالك. مرتضى منصور لن يترشح لرئاسة نادي الزمالك في منتصف ديسمبر القادم، لأنه سيكون حبيس، لأنه سيكون في السجن يقضي عقوبة الحبس لمدة 6 شهور. إذا مرتضى منصور يغيب عن المشهد القادم لنادي الزمالك لمدة 4 سنوات قادمة. مرتضى منصور بعيدا عن الأنظار لمدة 4 سنوات قادمة، نظرا لحبسه في قضية سب وقذف موظفة الجهاز المركزي للدولة لمدة 6 شهور. إذن فمرتضى منصور ستضيع عليه الانتخابات القادمة في ديسمبر القادم. إذن مرتضى منصور سيخرج من الحبس في فبراير 25. إذن في ديسمبر القادم هيتم تعيين انتخاب مجلس إدارة نادي الزمالك ليس بينهم مرتضى منصور والمجلس لمدة 4 سنوات، من أول 25 وحتى أول 29 لن يكون مرتضى منصور في المشهد. وهذا خبر سعيد لبعض جماهير الزمالك او غالبيه جماهير الزمالك، وجايز انه يكون تعيس او حزين لبعض الجماهير الزملكاويه. فالايام اللي جايه هننتظر ونشوف ايه اللي هيحصل. وفي نهايه الفيديو ما تنساش اللايك والكومنت والشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الجديد. مش هتغرم حاجه لو ضغطت اشتراك في القناه ودعمتنا. سلام عليكم.